وانا صغيرة كنت بحبها جدا، وكنت بستنى الاعياد او المناسبات عشان اكلها. اسمها الشكلمة. الشكلمة التحفة الفظيعة. كلنا متبقي عندنا شوية جوز هند كده من رمضان، مش عارفين نعمل بيهم ايه. جبت كوباية من جوز الهند، بيضة، معلقتين من السكر، ومعلقة كبيرة من الدقيق، ومعلقة كبيرة من السمنة، وفانيليا بس. وهنعمل احلى شكلمة. هحط كوباية جوز الهند عليها معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة دقيق، ورشة فانيليا وبيضة، ومعلقة كبيرة سمنة. بس هي دي مكوناتنا النهاردة. وجوز الهند اللي هو المبشور العادي. وهبتدي اقلب المكونات بتاعتنا مع بعض. وكمان هحط معلقة من سكر الجلوكوز عشان بيربط لي المكونات. طب لو مش موجود سكر الجلوكوز هعمل ايه؟ هعمل معلقة من العسل. هو فايدته ان هو بيديني عضة كده، وبيديني لمعة، وبيديني مطة حلوة في الشكلمة. الشكلمة دي من الحاجات الجميلة جدا، ان انتوا تقطموا جوز هند وبيبقى فيه عضة كده او مطة، بنبقى مش عارفين هي ازاي. لكن طلعت مكوناته منتهى السهولة. مش قادرة اقول لكم، في ناس كتير بتحبه بس مش بيبقى موجود في المخابز في معظم الاوقات. فمن النهاردة هتعمليه براحتك، ومش هنحتار بقى في جوز الهند اللي موجود عندنا ده نعمل بيه ايه. هنعمل بيه احلى شكلمة وبكوباية واحدة. هبتدي بقى الم المكونات بقى كده مع بعضها لحد ما تكون معايا عبارة عن عجينة كده تقيلة. وفايدة معلقة الدقيق ان هي تربط معايا المكونات. خلاص كده. هبتدي بقى اجيب كيس حلواني واحط فيه العجينة بتاعتي، وبكون محضرة صينية مدهونة سمنة. وابتدي بقى ايه اعمل وردات كده، بتنزل اهي بمنتهى السهولة. شايفين اهو. ابتدي اعمل كده ايه اشكال، ولو طلعت مثلا قبة شوية ولا حاجة مفيش مشكلة، ببتدي اعدلها بايدي لان هي عبارة عن عجينة تقيلة. بس طعمها مش قادرة اقول لكم على الجمال بتاعها بيكون عامل ازاي. بصوا، من كوباية جوز هند واحدة عملت لي الصينية دي كاملة. فتخيلوا بقى انتوا عندكم كمية اكبر اعملوا كمية اكبر. بس انا حبيت اعمل زي ما على المعتاد، متعودة معاكم ان انا بعمل كمية صغيرة عشان البنوتات الصغننة ولا الناس اللي لسه داخلة المطبخ تتعلم جديد ما تلاقيش كمية كبيرة فتتخض من ان هي تعمل وتبوظ حاجة. بصوا بقى اهو. هنعمل اخر واحدة صغنونة. بجيب بقى انصاف كده من الكريز، وببتدي ان انا اغرزها بقى كده ايه، وفي نفس الوقت اعدل شكلها. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. مش عايزين تحطوا فيها كريز مش مشكله. اعملوا بس بصباعكم كده كانكم بتعملوا قريبه، واعدلوا شكلها. دي بقى من الحلويات اللذيذه الجميله اللي ما بتاخدش وقت خالص. يعني في ربع ساعه بتكونوا مخلصينها. حتى في الفرن ما بتاخدش وقت. التسوية بتاعتنا بقى بدخلها على فرن بيكون درجة حرارته 160 170، وبحطها من فوق شوية في رف فوق شوية بعيد عن الأرضية، علشان بس الجوز هند ما يتحرقش مني بسهولة. وأول ما تبتدي تاخد لون من فوق الذهبي ده بطفي عليها على طول. ما بتاخدش ربع ساعة. أول ما بتطلع من الفرن معايا شربات، ببتدي إن أنا ألمعها كده بيه عشان جوز هند يمتص الشربات. بيدي طعم لذيذ. وبيفضل متلمع كده زي ما انتوا شايفين. هي من تحت بتاخد لون ذهبي اغمق شويه من اللون اللي فوق، عشان انتوا عارفين ان جوز الهند بياخد لون بسهوله. عشان كده لما نسويه بنحطه في الرف اللي هو بعيد شويه عن النار، عن ارضيه النار. بس ولمعناه بجوز الهند، وزي ما انتوا شايفين كده بسيبه بقى يهدى. وابتدي ان انا اشيله من الصينيه كده باي حاجه اقدمه. اهو. طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه، يعني مش قادره اقول لكم ولا كان طعمه عامل ازاي. هنيجي بقى كده نقسم واحده قدامكم اهي. بصوا بصوا بقى المطة بتاعتها بقى عاملة ازاي اهي. ومن جوه بقى كده بتبقى ايه حلوة كده مفرغة وجميلة، ومن تحت واخدة اللون الذهبي التحفة ده. بس كده بقى واحلى شكلمة هتاكلوها. واشوفكم على الف خير. جربوها وقولوا لي رأيكم.